السلام عليكم حبيباتي، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي غادا نشارك معكم فيه جوج ديال الوصفات. غادا نحضر معكم هاد التشيز كيك اللي كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف وطبعا ناجح. وكذلك غادا نحضر معكم مجموعه ديال السندويتشات بحشوات اللي مختلفه، وغادا تعطيكم كميه اللي كبيره تقريبا 50 حبه. وطبعا الاخوات اللي اول مره كيشوفوا قناتي ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والاشتراك طبعا الى عجبكم المحتوى، وما تنسوش انكم تفعلوا الجرس. غنبدا معكم على بركه الله. عندي هنايا استعملت 300 مليلتر ديال الحليب، زائد ملعقه كبيره ديال السكر، زائد ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وزدت معاه واحد 3 المعالق ديال الطحين. بالنسبه للحليب راه دافي، يعني ضروري الحليب يكون دافي هكا. العجن ما ديروش بارد ماشي سخون باش ما يقتلش لكم ديك العجينه اولا ديك الخميره عفوا، وما يكونش بارد. كتخلطوا داك 3 المعالق ديال الطحين مع ديك الخميره ومعلقه السكر، كتخليهم حتى يتفاعلوا مده ديال 5 دقائق 10 دقائق على حسب الخميره ديالكم واش كتفاعل بسرعه او لا. وصافي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا يعني الخميره بدات كتفاعل. غادا نبدا نضيف الطحين اولا الماء باقي المكونات. عندي هنايا بيضه كامله مع بياض بيضه، يعني خديت بيضه وزدت عليها بياض ديال البيضه والصفر غنحتفظ به للدهن، زائد كاس الى ربع ديال الزيت. كتضيفوه مع البيض وكتبداو تضيفوا في الطحين ديالكم بالتدريج. بالنسبه للكميه ديال الطحين اللي عندي اولا اللي استعملت انا 800 غرام ديال الدقيق، 800 غرام ديال الطحين. غادي نزيد هنا الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، وزدت واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى اللي كتزيد الفطائر ديالكم هكا طراوه. وهذا بغيتو تضيفوها ماشي ضروري، يعني اختياريه بالنسبه للخميره الحلوى. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يضيفوا هكا الخميره الكيميائيه يمكن لكم تستغناو عليها ما تضيفوهاش، فقط اختياريه. لكن الخميره ديال الخبز طبعا ضروري. صافي هنا كتبقاو تخلطوا هكا بالتدريج. بالنسبه للقوام ديال العجين ما خصوش يكون قاصح، خاصها تبقى العجينه لينه، يعني ماشي لدرجه انا تلصق في اليدين لكن كتكون طريه. صافي غادا نبدا هكا نجمع في العجينه بالتدريج كيف ما كتشاهدوا معايا، وكنضيف الطحين. بالنسبه للاخوات اللي غيسولوني على النوعيه ديال الطحين، هاد الطحين اللي استعملت انا متعدد الاستعمالات، يعني ماشي اللي خاص بالحلويات او لا، هذا طحين عادي. صافي غادا نجمع العجينه. لاحظوا معايا القوام ديالها غادا نوريه لكم، يعني العجينه طريه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. صافي هنايا من بعد ما دلكت العجينه مزيان ضروري انكم تدلكوها. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يعجنوا بيدهم بغاو يستعملوا العجانه طبعا راه يمكن لكم تستعملوا، كتضيفوا ديك الطريقه كيف ما شاهدتوا معايا في الاول، وكتضيفوا السوائل وكتزيدوا عليها الطحين وكتبقاو تدوروا في العجانه حتى كتبان لكم العجينه تجمعات ويعني ولات متماسكه. صافي كدهنوها بواحد شويه ديال الزيت، معلقه الزيت، وكتغطيو عليها وتخليوها في مكان دافئ تخمر. صافي المهم كتغطيو عليها وتخليوها حتى تخمر مده نص ساعه ولا ساعه ولا حسب الجو عندكم. المهم انا العجينه عندي راهي يعني خمرات طوب الحجم ديالها او الضعف الحجم ديالها. صافي غادا نطلع من هذاك الهواء اللي فيها. وطبعا ما تنسوش يعني ضروري من شويه ديال الطحين اللي كديروا في واحد زلافه هكا صغيره وكنحطوه حدانا باش هكا الا كانت العجينه عندكم واخا العجينه ما غاديش تكون تلصق اكيد لان فيها الزيت وفيها البيض، يعني راها ما تكونش تلصق غير باش منين نجيو نقطعو هكا على شكل مربعات ولا على شكل دائري ولا على كيف ما بغيتو. العجينه ديالكم ما تجيكمش كتعرفوا الحاجه مني ما كيكونش طحين، مني كتقطعوها وكتبغيو تهزوها الحجم ديالها ديال الدائره كيصغر، يعني ديك الخبيزه اللي قطعتوها بداك الحجم الدائري مني كتجيو تهزوها كتكون لاصقه، كتحيدوها كيولي الحجم ديالها صغيور. لهذا الطحين يعني كيخليها الحجم ديالها هو هذاك، يعني كيف ما غادي نتقادوها بالقطاعه كتبقى محتفظه على هذا الحجم هذا. صافي هنا كتاخذوا اي قطاعه عندكم شكل ديالها دائري او لا، المهم تقطعوها غير مثلا بغيتو ديروا قطاعه عاديه، بغيتو ديروا كاس، بغيتو ديروا اللي بغيتو بالشكل اللي نتوما كتحبوا راه يمكن لكم تقطعوا. انا بغيت نديرهم هكا على شكل ديال مربعات صغيورين كيف ما قلت لكم. هاد السندويتشات كنحتاجوهم صراحه نفعوني، كتعرفوا هادو يمكن لكم توجدوهم حتى بالليل، مثلا بالليل كتعمروهم وتقادوهم باش الغد ليه تكونوا خارجين مع وليداتكم كتديوهم ما كيجرى لهم والو. غير ضروري تكون عندكم واحد الثليجه هكا صغيره اللي تكونوا هازينها وكتحتفظوا بها هكا، لان كتعرفوا الحاجه كيكون فيها الطون ولا هذا يعني ضروري كتعفن. المهم كتجبدوا من الثلاجه وكديهم راه كيكونوا باقي محافظين على البروده اللي فيهم، وكتناولهم طبعا ما تخليهمش مثلا نهار كامل وهم نتوما خازنينهم في شي حاجه ولا في شي صاك ولا هذا،
راه اكيد ما غاديش يبقاو بنفس المذاق، سورتو ان فيهم لي صوص وهذا. صافي انا البنات قطعتهم وغطيتهم وخليتهم حتى خمروا مده ديال 20 دقيقه، راه كيضاعف الحجم ديالهم لان اختمروا في المرحله الاولى مزيان. عندي هنا صفار ديال البيضه اللي زدت عليه معلقه ديال الحليب وواحد معلقه صغيره ديال الخل، يعني قطرات صغيورين ديال الخل باش يحيدوا لنا ديك الرائحه اللي كتكون هكا البيض. صافي غادا ندهن هاد الخبيزات هادو. بالنسبه للفرن انا راني مسخنه يعني ديجا يعني درتو كيسخن يعني على 200 درجه الفوق والتحت. وبالنسبه للبيض راه يمكن لكم مثلا تاخذوا البيضه كامله ودهنوا بها، مثلا ديروا البياض والصفار بجوجهم وكديروا معاهم غير معلقه صغيره ديال الخل صافي وكدهنوها بلا ما تحتاجوا تحيدوا داك بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا مثلا، لان صفار بيضه وحده ما يكفاش، بالاحسن انكم ديروا بيضه كامله. صافي هنا رشيتهم بشويه ديال الزنجلان. بالنسبه يعني الزنجلان يمكن لكم ديروا بلاصتو بودور الخشخاش الا بغيتو حتى هما، اولا ديروا نص نص باش يجيو هكا منوعين. خصوصا الا بغيتو يجي الشكل ديالهم، مثلا تاخذوا النص ديال العجينه ديروا النص ديالها مربعات والنص ديالها على شكل دائري، هكا كيجيكم ساندويتشات اللي يعني مدايرين مختلفين في الشكل. عندي هنايا 50 حبه البنات اللي جاتني ديال هاد القطع ديال هاد الخبيزات هادو، اللي صراحه كميه وفيره جدا. لاحظوا معايا من الداخل كيف دايره العجينه، كتجي اسفنجيه كتجي رائعه. عندي هنايا صدر ديال الدجاج، صدر واحد اللي درت معاه غير شويه الملحه والابزار وشويه ديال الزيت، شحرته مزيان على نار عاليه باش هكا يطلق لينا داك عفوا باش يتحمر. الا درتو على نار اللي قليله راه غادي اكيد غادي يطلق لكم الماء ديالو وما يجيش محمر كيف ما باغين. باش يجيكم محمر والشكل ديالو زوين وبنين ضروري انكم تجهدوا النار. هنا بديت كنعمر في دوك الساندويتشات. هنايا كنت استعملت غير داك، درت واحد الصوص في الاول اللي كنت درت فيه لا موطارد مع المايونيز والكيتشاب. بالنسبه للاخوات اللي انا ولادي كيبغيو هذا الخليط هذا ديال الكيتشاب مايونيز مع لا موطارد، وبالنسبه للاخوات اللي ما غاديش يعجبهم داك المذاق، انا بالنسبه لي ما كيعجبنيش الصراحه نخلط هاد الثلاثه، لكن ولادي كيعجبهم كتبقى داكشي اذواق. انا كيعجبني غير مثلا كناخذ غير المايونيز وكنخلط مع شويه الهريسه كيعجبني انا. المهم بحال الشكل ديال الصوص ديال ساموراي هكاك المذاق كيعجبني. اولا ديروا اي صوص نتوما بغيتوه، ولا ديروا غير المايونيز الا بغيتو. بالنسبه للصلصات كيبقى لكم الاختيار. صافي كدهنوا بالصلصه اللي كنتوما كتحبوا، ديروا شويه الخس وقطع ديال الطماطم. في الاول كنت درت قطع ديال الطماطم مع الخس والجبن. هنا درت صدر ديال الدجاج اللي حمرته مع دوك القطع ديال الطماطم والخس. يمكن لكم ديروا شي كوردون هكا من الفوق باش تسدوا الا بغيتو. الا بغيتوهم يجيكم الشكل ديالهم بحال البرجر، راه يمكن لكم تحلوهم يعني تفتحوه كامل. هذوك الخبيزات ماشي تقطعوهم غير من جهه، تقطعوها كامله على جوج وكتعمروا كتاخذوا واحد الكوردون من الفوق وكتضغطوا عليه وكتهزوهم هكا باش ديروهم هكا ديكوريو بهم. مثلا بحال شكل المقبلات الا كنتو دايرين شي مناسبه ولا شي. هنا البنات عندي الخليط هنا في هذا درت بصله خضاريه مع شويه ديال الكورنيشون، وحكيت واحد 3 د الجزرات او 3 د الخيزويات، ودرت معاهم طبعا علبه كبيره ديال الطون، شويه د الملحه، شويه ديال الابزار، ودرت معاهم كذلك واحد 2 المعالق ديال المايونيز، وضروري من العصير ديال الحامض اللي كيعطي واحد البنه زوينه بزاف. صافي هنا بديت كنحط هاد الخبيزات ما دهنتهمش في هاد المرحله هذه لان غادي يجيو بنان، لان هاد الخليط كنت دايره فيه سيترون دايره مع هذاك المايونيز، وهذا كيعطي واحد البنه زوينه مع الكورنيشون، صراحه كيجيو واعرين. احسن خليط الساندويتش عجبني هو هذا، انا صراحه عجبني بزاف. وصافي الحبات ديالي كانوا هادو هما الساندويتشات ديالنا، صراحه ساهلين وزوينين وكميه اللي كبيره. غادا نشارك معكم هاد تشيز كيك اللي كيجي واعر زوين حتى هو ساهل بالطريقه اليابانيه، كيجي رائع البنات. كنصحكم انكم تجربوه فعلا كيستحق التجربه. ودابا الحبات ديالي هنا كيف ما كتشاهدوا معايا كنوجد كاع المقادير اللي غنحتاج. غادا نبدا معكم في طريقه التحضير. عندي هنا 250 غرام ديال الجبن. انا استعملت الجبن ديال فيلادلفيا، لكن يمكن لكم تستعملوا اي جبن نتوما كتحبوه. وكذلك عندي هنايا واحد 3 المعالق ديال الزبده اللي زدت عليهم كاس كبير ديال الحليب، الوزن ديالو 300 مليلتر ديال الحليب.
اللي وضعتهم، خلطتهم كاملين كيف ما كتشاهدوا معايا مع بعض، داك الحليب والجبن مع الزبده، ووضعتهم في حمام مريم. ما تخليوش هذا الخليط انه يسخن، غير يذوب فقط انكم تحيدوا، يعني كيكون غير دافي. ما تخليوش حتى يولي سخون، لان الغرض ديالنا هو ان ديك الزبده مع الجبن والحليب انهم ينسجموا ويتخلطوا. يعني نتوما ملي تحطوا فوق النار، يعني فوق داك حمام مائي اللي كيكون من الاول مغلي، داك الحمام مائي كيكون مغلي، وكتحطوا فوق منه يعني داك الاناء اللي كيكون فيه الخليط، وكتبقاو تحركوا بالتحريك يعني مستمر، فقط انه غير يذوب، ما تخليوش يسخن. انا عندي 6 ديال البيضات كيف ما شاهدتوا معايا، اللي غادي نفصل البياض على الصفار كنوضعوه في داك الخليط. وما تخافوش، لان كما قلت لكم الخليط راه غير دافي، يعني ما سخونش. كنزيد ناكد ما تخليوش الخليط ديالكم يكون سخون، غير يدفى ويذوب داك الخليط، صافي تحيدوه فوق النار. صافي من بعد ما ضفت داك الصفار ديال البيض. بالنسبه للبياض خليته جانبا، يعني حتى غادا نطربو باش نوضعو في اخر المرحله. هنا البنات كيف ما شاهدتوا معايا درت عفوا داك الفانيليا السائله. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الفانيليا السائله، يعني يمكن لكم تعوضوها يعني السكر فانيليا العادي الساشي. هنا ضفت الخليط اللي عندي هنايا، درت 3 المعالق كبار ديال الطحين، زائد كاس ديال المايزينا. الوزن ديال الكاس تقريبا ديك 150 غرام ديال المايزينا. كتخلطوهم مع داك الخليط، وضروري البنات انكم في هذه المرحله تصفيوه. يعني داك الخليط ملي كتخلطوه، يعني الطحين وهذا مغربلين، كتخلطوه بسباتولو، من بعد اولا بداك الطراب، ومن بعد كتصفيوه. هنا غادي ناخذ داك بياض البيض ديال 6 ديال البيضات، اللي زدت عليه معلقه ديال الخل. وغادا نبدا نطرب داك. المهم داك الخل الدور ديالو هو انه كيخلي لكم هاد البيض يعني واقف، ما كيهبطش. يعني ضروري البنات انكم البيض في هذه المرحله تجيك عفوا هاد الوصفه تجيكم ناجحه. تبعوا جميع المراحل، خصوصا الناس المحبين ديال هاد تشيز كيك اللي صراحه كيجي واعر زوين بزاف. كنصحكم التجربه ديالو. صافي انا بديت كنضيف السكر بالتدريج، يعني كنطرب وكنضيف داك السكر. بالنسبه للسكر درت 140 غرام ديال السكر. وحتى واحد النصيحه غنعطيها لكم بالنسبه للاخوات المبتدئات، يعني دائما نجيو طربوا البيض، اولا سورتو في هذه المرحله هذه ديال هاد التشيز كيك هذا. ملي كتكونوا طربوا فيه في الاول، كديروه ماشي غير في الاول، يعني في المرحله كامله، انكم كدوه غير في ديك النيميرو 1 ولا 2، يعني ما كتفوتوش، يعني ما توصلوش للنمره 5. وهذا راه غادي يطلع لكم غادي يكون هاد البيض غيكونوا فيه دوك الفقاعات والهواء، وحنا ما بغيناش هاد تشيز كيك يكون فيه الهواء باش ما يتفصش ليكم ويهبط وما يجيكمش ناجح. علاش دوزت انا الخليط في الاول في ديك الصفايه، باش هكا تصفي لنا داك الخليط ما يجيش فيه داك الهواء باين. وحتى بالنسبه لبياض البيض كذلك، انني طربته على مرحله عفوا داك في النمره اللي يعني بطيئه، لكن ما تخافوش راه كيطلع لكم البيض ديالكم. غير هو كيطلب شويه الوقت زايد على الاخر، لكن ما كيكونوش عندكم دوك الفقاعات. هنا كتاخذوا البنات في المرحله النهائيه، كتاخذوا واحد المول وكدهنوه بالزبده، وكتفرشوا ورق الزبده. ضروري انكم ديروا في هذه المرحله ورق الزبده. صافي وكتوضعوا في داك اللاطه، وكتخويو فيها في الجناب ديالها كما شاهدتوا معنا. الطريقه راه واضحه، الماء طايب. يعني هاد تشيز كيك ما كيطيبش بحال الكيكه ولا هذا، ما فيش حتى خميره الحلوى. بالنسبه للاخوات اللي غيسولوني، راه بدون خميره حلوى. صافي كتخليوه في طريقه يعني التحضير ديالو، انكم في الاول كتطيبوه على 150 درجه مده نص ساعه. من بعد نص ساعه كتنزلوا درجه الحراره ل 110، وكتخليوه مده ساعه كامله. ساعه كامله في الرف اللي في الوسط. يعني كتعرفوا المهم كل وحده وعلى حسب الفرن ديالها، لكن انا كنهضر معكم الطريقه اللي طيبته بها انا. طيبته في الاول نص ساعه على 150 درجه، كنت حاطه في الرف الوسطاني الفوق والتحت، ومن بعد هبطت درجه الحراره ل 110 وخليته ساعه كامله حتى حصلت على هذه النتيجه هذه اللي يمكن لكم انكم ما تخليوش يتحمر من الفوق. انا كنت خليته ديك الساعه في الاخره، ولكن ما تحمرش، غير انا درت ليه ديك شويه من الفوق. وصافي حبه ديالي، كان هذا هو الفيديو. الا عجبكم اكيد ما تبخلوش ليا باللايكات ديالكم والتشجيع ديالكم باش نزيد هكا نستمر معكم، لاني غبت هذه الفتره هذه. والاشعارات ديالي مابقاوش كيطلعوا بزاف الاخوات. كنتمنى انكم تفعلوا الجرس. سلام.